عملت المبكبكه النهارده بس على طريقتي. لما بكون ماليش نفسي اخش المطبخ ومش عايزه اقف كتير في المطبخ بعمل الاكله دي. اكله الطوارئ بالنسبه لي او من ضمن اكلات الطوارئ. زي ما انتم شايفين جوسي وطريه وجميله تحفه. وكلها بتلظ كده من الصوص بتاع الصلصه مع الصدوق. جبت هنا حله حطيت فيها ميه عشان نعمل المكرونه، وفرمت نص كيلو طماطم. جبت نص كيلو صدوق قطعته زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده سلقت المكرونه. لما طبعا تغلي هنصفي عليها. جبت بصلايه وفرمتها. وجبت فلفل كتير قطعته مكعبات. بعد كده صفيت عن المكرونه. وبعد كده هشوح الصدوق بتاعي يعني الاول من غير ما احط له ماده دهنيه. بعد كده حطيت له شويه زيت. وبعد كده هحط البصلايه اللي انا فرمتها وادمجها. وحطيت فلفل اسود 7 بهارات توم باودر بصل باودر. وبعد كده حطيت الفلفل اللي انا قطعته مكعبات عليها. وبعد كده هديت عليها النار ولحد ما يعتبر دخلت في السوا بقت نص سوا. جبت الحله تاني وحطيت فيها شويه زيت. وبعد كده حطيت فيها معلقه توم مفروم. وبعد كده هحط فيها برضو قرن فلفل مقطعاه مكعبات صغيره. ضفت بقى عصير الطماطم بتاعي. بعد كده حطيت 3 معالق صلصه معلبه. هسيبهم لحد ما يتسبكوا. بعد ما يتسبكوا هكون محضره عندي نص كوبايه ميه سخنه بتغلي ضفتها. وبعد كده سقطت المكرونه. بعد كده هحط فوقيها الصدق بتاعي. بعد كده هدمج بقى كل ده مع بعضه. هسيبه 10 دقايق بس كده على النار يبقبق كده كله مع بعضه. تمام. بعد كده هقوم جاي غرفها زي ما انتوا هتشوفوها معايا. أكلة سهلة وبسيطة وما خدتش معايا 10 دقايق وكنت حضرتها. اهي تحفة جوسي وطرية وكلها صوص وصلصة كده جميلة. وعملت جنبها بطاطس محمرة. أشوفكم على خير.